ضروري تعملوها على العيد. من أفخم الأطباق يلي ممكن إنكم تعملوها بكل المناسبات، يعني على سفرتكم شي ببيض الوجه. رح نعمل فخد خروف مشوي مع رز. بتصور المنظر بيحكي عن حاله قد ايه بشهي. انا عم بعمل فخد حوالي 3 كيلو، فيكم اكيد تعملوا كمان. كتف غنم من الافضل تنقعوه قبل بنهار. ربع كبايه لبن، ربع كبايه زيت زيتون، ملعقه كبيره خردل، بابريكا، فلفل اسود، كركم، هيل، قرفه، بودره الثوم والبصل وملح، ربع كبايه خل ابيض ومنحرك. نعمل ثقوب بالفخد وبقلبهم منحط حصوص الثوم ومنغلفه كتير منيح بالصوص. على ورق قصدير منحط ورق خبز. حطوا الخضرة اللي بدكن اياها. حطيت بصل، جزر، كرات، اكليل الجبل، راسين من الثوم، ورجعت تذكرت انه بدي اضيف البطاطا كمان. اهم شي نسكر عليه كتير منيح ونفوته على الفرن الحامل رف الوسط، حرارة عالية اول ساعة. من بعدها بنرجع بنوطي النار شوي لساعتين. للرز بدنا نقلي بصلة مفرومة ناعم، نص كيلو لحمة، قرفة، 7 بهارات، جوز الطيب وملح. بننزل عليهم الرز يلي غسلناه ومرقة اللحمة حوالي 20 دقيقة على نار هادية، وبكون صار جاهز عنا الحبة واختها. شوفوا لون الفخد قديه حلو. من بعد ما استوى فتحت الورقة وحمرته شوي من فوق، وضفت المكسرات والكستنة المشوية يلي كتير بتلبق معه. منهنهت نهنه على الآخر، والريحة جنون، شي فاخر على الآخر. جربوه وخبروني.